باهي سي عبد اللطيف، تنجم تأسس حزب سياسي؟ خامرك فكرة؟ نعم. تخامرك فكرة تأسيس حزب سياسي والخروج من النهضة؟ سمعتك شيء. قلت لك تخامرك فكرة تأسيس حزب سياسي والخروج من هياكل النهضة؟ حتى كانت خبرني مش نقولها لك منها. عليه؟ اي ما كيسان تخابروا فكره، هذه مازالت فكره مش ناضجه، وبالتالي زايد الحديث فيها حتى يتحدث فيها مع روحه وبعدين يعمل رد. ليه؟ خاطر راهو يتداول اللي انت تقوم باتصالات وطرحت معناها المسألة هذه. ابدا انا لا عملت اتصالات ولا طرحت مع الناس، فهمت؟ لكن المسألة تنجم تكون واردة. ما قلت لك انا راهو من هذه ما نجاوبش على الاحتمالات، معناها نجاوب على الاشياء الواقعيه، معناها فهمت؟ في الدبلوماسية معناها ايه راهو؟ الاجابه على الاحتمالات في الناس اللي عند الدبلوماسيين اجابتك معناها ايه؟ نعم. عند باللغة الدبلوماسية اجابتك معناها ايه راهو سي عبد اللطيف؟ لا انا قلت لك معناها ما نجمش نجاوب على خواطر قد تجيني او ما تجينيش وعلى احتمالات نظريه. احنا دائما نقولوا حتى الموضوع يتطرح وقت الانسان يقدم اجابه وتكون عناصر الاجابه اكثر ملموسه، ما هيش مجرد احتمالات نظريه وغير ذلك. تعتبر نفسك فاعل في حركة النهضة اليوم؟ نعم. تعتبر نفسك فاعل في حركة النهضة، موجود في معناها مرتاح اليوم في الحزب بموقعك الحالي؟ لا ماناش، انا مش قضيه موقعي انا ولا اي شخصي، لا موجود وضع داخلي يدعو الى التفكير والى المعالجه والى تامل، مش قضيه راحه من عدمها ثم وجهه.